السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا رأينا السيد الرئيس أحمد الشرع بالأمس يوصي الحجيج بالأثر الطيب. شوف الرجل هذا يحاول أن يبني حضارة وثقافة ومجتمع نظيف. يعني والله الرجل هذا صار عنده كاريزما، حاضنة شعبية قوية داخل سوريا وخارج سوريا، حتى في المجتمعات العربية والأجنبية. يعني أنا والله نحن خايفين عليه، صار يدخل المطعم يمشي بالشارع، نحن خايفين على هذا الرئيس لأنه هو صمام الأمان. والبعض من المكوعين والشبيحة يقول لك هذا الرئيس هذا تعين تعيين. لا يا حبيبي، مو بس تعين تعيين، تعين تعيين وترشح ترشيح وحرر وقرر وداس على نظام الأسد إن شئت وإن أبيته. يعني في زمن نظام البراميل، قبل أنت لو تمر من جنب مركز أمن أو مركز شرطة ما أنت مسوي شيء أنت تخاف وتتمنى بينك وبين هذا الحاجز أو المركز بينك وبينه جبل، حتى لو يكون من نار أرحم منك أنك تشوف هذا الحاجز. أما الآن الشعب يحاول، الشباب كلها تحاول أنها تتطوع بالأمن وبالجيش. وعاشت سوريا حرة أبية، والله يحفظ السيد الرئيس أحمد الشرع. ومن محبتنا للسيد الرئيس أحمد الشرع وقربه للناس، والله الناس صارت تناديله أحمدنا، والله يحفظ أحمدنا.